انت متفائل بنظام الدوري الجديد؟ اقول لك حاجه. انا مش متفائل. شكل درع الدوري اتغير والبطل ثابت. خش على الفيديو. حبايبي الاهلاويه ادوني واحده لاف عشان الفيديو يوصل لكل الاهلاويه. واول حاجه هنتكلم فيها النهارده تخصك هي نظام الدوري الجديد. وما تنسوش موضوع في المقص النهارده عن البوست بتاع احمد سعيد اللي كان بيتكلم فيها مع الاستاذ جمال جبر. ده بوست في المقص النهارده، خدوا بالكم. في موسم 2019 كان في 14 فريق في الدوري والدنيا كانت هاديه جدا، ولو الاهلي بيلعب في 50 بطوله، وساعتها على فكره ما كانش في زحمه خالص في البطولات الايام دي، كان الاهلي يتاجل له ويرجع تاني يلعب، الدنيا كانت سهله خالص. دلوقتي بقى في 18 فريق، عمال نقول الدنيا زحمه الدنيا زحمه. قالوا خلاص ماشي هنغير النظام. هتعملوا ايه؟ قالوا هنخلي الدوري دورين. الدور الاول عباره عن الفرقه كلها هتلعب بعضها، بس لو القرعه طلعت مثلا الاهلي هيلاعب الاسماعيلي في الاسماعيلي، يبقى انت حظك ان الاهلي هيلاعب الاسماعيلي، بس طبعا الاسماعيلي هيقول لا فنروح نلعب في برج العرب. ما ينفعش بقى، مفيش ذهاب وعوده، هو على حسب القرعه بتاعتك في انت هتلعب فين. الدور الثاني هيقسموه لمجموعتين، تمام. المجموعه الاولى عباره عن 9 فرق. التسع فرق دول ايه نظامهم؟ هم ضمنوا هم مش هيهبطوا. خلاص كده، بعد ما ضمنوا هم مش هيهبطوا، هيلعبوا مين فيهم بطل الدوري اللي هو الاهلي طبعا كالعاده، وهيلعبوا على مين فيهم اللي هيروح الكونفدراليه واللي هيروح دوري ابطال افريقيا. وفي بقى في المجموعه الثانيه هيلعبوا على الهبوط. يعني المجموعه الثانيه دي هو الناس الفرق اللي هتلعب فيها الفرق على الهبوط. هيهبطوا كام بقى؟ وهي دي غريبه، دي بقى دي الحته اللي انا مش فاهمها، يعني مش حاسسها، عشان كده بقول لكم مش متفائل. هيهبطوا كام بقى؟ قالوا لا بص بقى احنا مش هنهبط 3. ما انا هتهبط كام يا عم الحاج؟ قال لك احنا هنهبط 2. وهنصعد كام بقى؟ 3. ليه يا ابني؟ عشان الفرق يبقى المجموعه، يبقى الدوري يبقى 19. يعني انت عايز الموسم الجاي يبقى 19؟ طب خلاص، يعني هستقر على كده؟ لا، ما هو بعد كده هنعمل ايه بقى؟ الموسم اللي بعديه هنهبط 4 وهنصعد 3 عشان الدوري يرجع تاني 18. هي شغلها ايه؟ يخرب بيت سنينك. نهار اسوح يما على اللي احنا فيه. ليه ودنك من هنا يا جحا؟ ما الدنيا سهله يا جدعان. طب انت شايف ايه؟ طيب يعني انت كده تمام؟ انا تمام. طب قول لي بقى ايه بقى الشركه الالمانيه دي؟ لا دي الشركه الالمانيه ديت هي اللي جت بس نظمت لنا الدوري. نعم، بس اصلا يعني نظام الدوري ازاي؟ هي جايه بس تحدد الجدول كده الدوري وتقول السلام عليكم. يعني الشركه الالمانيه بتاعت هي اللي عملت النظام الدوري بس. تمام. لا انت حلو، انت زي الفل، الدنيا تمام. كل بقى الكلام ده كله والعبث ده والعشوائيه دي كلها، ومفروض مني ان انا اكون متفائل. تمام ماشي. ايه رايي في القصه دي كلها؟ الدنيا سهله وبسيطه. نرجع للموسم 2019، 14 فريق والدنيا تبقى سهله والماتشات هتقل ومفيش مشاكل ولا في ضغط ولا في اي شيء. معرفش ليه طريقه التفكير بتكون عقيمه. بحس ان طريقه التفكير متباعده عن فكرنا احنا كشباب بصراحه. يعني في نقطه ثانيه بقى مهمه. المنظر اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده مشهد، من لو انت شفته من اول وهله هتقول ايه ده الفريق الابيض ده اكيد فاز ببطوله كبيره جدا، ده او جاب جون مثلا في الدقيقه 90 وخد البطوله خلاص. ده فريق اللي بيقال عليه الغريم التقليدي بتاعي. ده الفريق فاز عليا في ماتش عباره عن 3 نقط، ده كان في الدور الاول. لما فاز عليا في الماتش ده اتنقل من المركز ال 14 للمركز ال 12. فلك ان تتخيل، يا نهار ابيض على اللي هيحصل. دول هيمشوا، دول هيجروا ملط في الشارع. لك ان تتخيل لو خدوا البطوله بتاعت السوبر هيعملوا ايه. خد بالك انا عايز اقول لك على حاجه، انا حافظهم مش صغير في القصه دي. يعني انا حافظهم صم. هم دلوقتي ماشيين دور اللي هم ايه، الاهلي طبعا هيفوز مش عارف ايه، ولا بقى في ده ماتش الموسم، ولا ده في ماتش ببطولاتك كلها، ولا في الكلام اللي كان بيتقال قبل القضيه ممكن، اللي هم خلاص هم اتقرصوا واتعلموا فدلوقتي ساكتين. فالسكوت ده وصل لجمهور الاهلي ايه بقى؟ اللي هو احنا هنفوز على البطوله يا جدعان والدنيا سهله. فبالتالي الاحساس ده هيروح لمين؟ لعيبه الاهلي. فهنلعب بقى ايه مستهترين بقى، هنبهدلهم بقى. هو في فرقه اصلا قدامنا؟ الزمالك لو فاز في السوبر الافريقي قسما بالله لا هتلعن اليوم اللي انت فزت فيه بالقضيه ممكن. جمهور الزمالك احسن جمهور في العالم، بيخلي من لا شيء من الاخر، بيعرف يزيد. انت بتاخد بدوري ابطال افريقيا كانك بتصحى الصبح تغسل وشك عادي، يعني ما فيش مشكله. لكن هم لا، الحاجات دي عندهم لا. فاتمنى يعني ان احنا ناخد الماتش ده. انا مش عايز اقول ان الماتش ده مهم او اهم من التسعه او اهم من القضيه ممكن، لا هو بعده. خدوا بالكم ده الماتش اللي الزمالك والاهلي هيلعبوا فيه بعد الماتش القضيه ممكن في افريقيا. فانا عايز الماتش ده يوصل لينا احنا. الماتش ده فعلا ماتش مهم ولازم نفوز فيه. حرمان الزمالك من البطولات بيحتم علينا ان احنا لازم نفوز على البطوله دي، لازم نفوز البطوله دي. لو هم خدوها بعد الشر حرفيا هنزعل، كلنا هنزعل.
انا ما بحبش اتكلم في الاخبار او في الحاجات بتاعت الصفقات والحاجات دي لما يكون في حاجه رسميه نزلت. يعني نزل بيان وقال احنا لا احنا خلاص هنجمد، ما فيش ادراك من الصفقه 5 ان شاء الله، وهنوقف صفقات على كده وهنعمل صفقات ان شاء الله بعد كده في شهر يناير. كنت ساكت مش عايز اعلق، والاداره فوق راسنا والخطيب هو طبعا الاداره ناجحه، يعني انا ما قلتش ان الاداره وحشه، ان الاداره ناجحه زي ما قلت له كده. ده ملف الصراحه فشلت فيه جامد الصراحه. يعني اول نقطه، هو لو وسام بعد الشهر اتصاب من هنا لحد يناير، هل انا هلعب على كهربا بس والناشئ اللي معايا ده بس وعلى طاهر يسوي ملط؟ مش منطقي. يعني في لجنه تخطيط عندنا وهي بتخطط كده وبتكتب وبتعمل، خدت بالها من الحته دي ولا احنا بس بنتكلم نفسينا؟ النقطه الثانيه، هو من اول هنا او من اول النهارده لحد يناير احنا عندنا سوبر افريقي وسوبر مصري وانتر كونتيننتال، فهل السكواد اللي معايا ده ماشي يا عم، السوبر المصري ماشي والسوبر الافريقي ماشي ربنا هيكرم، بس هل السكواد اللي معايا ده هيسد في الانتر كونتيننتال؟ اعتقد لا. يا عم بطل تشاؤم وبطل مش عارف ايه يا جماعه، لا بجد معانا في فرقه قويه، ابطال اوروبا وابطال اسيا وي هتلعبوا فرقه تقيله يا جدعان، فاعتقد الكلام ده هيبقى صعب شويه. طب انا هقول لك على نقطه تانية خالص بقى، المفروض احنا بقى نتعلم منها. في كل اجنده دوليه لازم بنتصاب، يعني لازم اي بنروح لهم بنودي المنتخب المصري 7 لعيبه بيرجعوا 5. احنا دلوقتي عندنا في توقف دولي برضو قبل يناير، هل عملت حساب الاصابات اللي هتحصل دي؟ لا. طب يا ابني كان انت خدت القرار ده على اساس ايه؟ اذا انت اداره وانا جمهور، انت شايف حاجه انا مش شايفها، هتتحاسبوا حساب صعب. احنا جايبين بطولات السنه اللي فاتت كلها والدنيا حلوه مش انا ماشي مفيش مشكله، بس الجمهور ده ما بيشبعش، وكمان احنا هنلاعب الزمالك وعندنا سوبر مصري وعندنا انتر كونتيننتال، فالحساب هيبقى عسير. انا عندي سؤال بقى تاني كده مهم لاتحاد الكوره، هو معلش انتوا عملتوا اجتماع وجمعتوا ال 18 رئيس نادي وعملتوا كل حاجه، انا عمال اسال الناس كلها هو السوبر المصري هيتلعب امتى؟ هو كان المفروض هيتلعب ما بين فتره التوقف الدولي او فتره الاجنده الدوليه وما بين ماتش في المجموعات في دوري ابطال افريقيا، والاهلي بعت لكم قال لكم الدنيا صعبه، فقلت لنا خلاص مش هنتكلم فايه. بعدين اجي الاقي دلوقتي في اخر الاخبار الاقي في الليسي امبارح طلع قال ان هنلعب في ديسمبر. طب انتم ما تعلنوا رسمي، ايه المشكله يعني؟ هو دلوقتي الدرع الدوري نزل شكله حلو الحمد لله مفيش مشكله، شكل الدرع حلو. عندي سؤال بقى، اول ما شفت الدرع الدوري متصور بقى وعاملين له سيشن تصوير والكلام ده، هو لعيبه الاهلي هتشيله ازاي؟ وبعدين ايه الحته الذهب اللي تحت الثقيله دي؟ شكله غريب على عينينا ومش هتفرق معانا بقى، غيرناه مش غيرناه وحش حلو مش هتفرق معانا، المهم ان احنا ايه نكسب البطوله دي. الغريب بقى في رد فعل جمهور الزمالك، عاملين يتريقوا على الدرع. يا جدعان قسما بالله احنا لو جبنا درع الدوري على شكل كاس عالم هتتريقوا ليه؟ هو اي حاجه احنا عايزين نعكر مزاج الاهلاويه وخلاص، يعني اي حاجه. هو انتوا بصوا بتشجعوا الزمالك مسمى بس، لكن انتوا ايه؟ احنا بنشجع الزمالك عشان بنكره الاهلي، لكن الاهلي عندنا يخسر والزمالك يخسر يبقى احنا هنفرح عشان الاهلي خسر. فهي انتوا تفكيركم كده يعني، حافظينكم هنعمل ايه؟ بصوا بقى في خبر نزل، الخبر ده انا ايه ده انا هزيد فيه بقى والناس كلها هتزيد فيه ويا سلام. لا الخبر نزل محدش اتكلم فيه خالص، حتى الاهلاويه مش بيتكلموا فيه. في الاجتماع بتاع اتحاد الكوره مع رؤساء الفرق وكده، فقالوا احنا هنخير اللائحه بتاعه كاس مصر عشان خاطر الاهلي يلعب في كاس مصر السنه الجايه. فالخطيب قال لهم لا، الخطيب يا جدعان حريف وهو صغير وحريف وهو كبير في الاداره، يعني باستثناء حوار الصفقات يعني خلاص عديناها. بجد ساعات بيعمل حاجات بتكيفني، يعني بحس اللي هو ايه يعني لبسهم كوبري. لقيتهم قال لهم لا ده احنا مش عايزين احنا نروح كاس مصر وما تغيروش اللوائح، انتوا بس خدوا بالكم من اللوائح بتاعتكم. مروان حمدي بقاله اكتر من كام شهر دلوقتي ما خدش اي عقوبه، ويا ريت تشوف اللوائح بتاعت العقوبات احسن ما تغيروا اللوائح عشان خاطر اخش كاس مصر. انا لو مكان اي حد من عضو اتحاد الكوره بجد، انا بعد الكلام اللي قاله الخطيب ده انا هعمل كده. زنقني في خانه اليك، الخطيب زنقني في خانه اليك. باشا لوائح كاس مصر ايه اللي عايز تغيرها عشان اروح العب كاس مصر؟ البطوله اللي فاتت بتاع كاس مصر خسرت فيها فعايز تدخلني عايز تغير اللوائح؟ لا يا باشا ما تغيرش اي حاجه، روح شوف شغلك وروح شوف العقوبات اللي المفروض تتعمل على مدرب الزمالك لما زق الحكم، لغايه دلوقتي ما فيش اي عقوبه نزلت. وروح شوف مروان حمدي اللي شتم الاهلي علنا ما فيش اي عقوبه نزلت له. ده كهربا لما قال مش عارف ايه رحتوا قلتوا عليه اقوال انه نيته فيها كذا كذا كذا، فاحنا بقى هنحاسبه على نيته، فهياخد بقى ايه وقف مش عارف 50,000 مباراه و2 3 4 50 مليون مصري وغرامه على كهربا وليله كبيره سعادتك. وبعديها ايه بقى؟ ده بعد ما الواد كهربا احتفل بعديها بيومين 3 هوبا العقوبه على طول. مروان حمدي فين العقوبه بتاعته؟ مدرب الزمالك جوميز ده لما زق الحكم فين العقوبه بتاعته؟ فين؟ وعايز تغير اللوائح عشان رايح العب كاس مصر مش عشان خاطر النادي الاهلي عشان خاطر مصلحتك، عشان حسيت بخساره في الكاس مصر اللي فات فعايز لا يعني. لا يا باشا ما تغيرش حاجه. الخطيب
شابوه حبيبي خطيب، اقسم بالله حبيبي حبيبي، باستثناء حوار الصفقات بس. نيجي بقى للخبر في المقص. الاستاذ احمد سعيد نزل بوست عن الاستاذ جمال جبر رئيس المركز الاعلامي للنادي الاهلي. هو بعد ما الاهلي قال خلاص يا جماعه ما فيش ادراج، الصفقه 5 خلاص وهنأجل الموضوع لحد شهر يناير، فكل الجمهور كله، ومش هاجم احمد سعيد بس، هم هاجموا كل الصحفيين، وانا فرحان فيهم جدا على فكره. يعني انا بفرح قوي في حصريا الاهلي يتعاقد مع الدبابه الافريقيه. انا دي انا بفرح فيهم فشخ. ليه؟ انت ضحيه ترافيك. بص هقول لك على حاجه، انت ضحيه فيوهات. يعني انا اجي اقول لك ايه، الاهلي اتعاقد مش عارف مع مين، جودزيلا الوطن العربي وجودزيلا افريقيا فانت عيني هتخش تشوف هتلاقي خبر اهبل. ده في يا جدعان صحفي بدون ذكر اسماء، صحفي زملكاوي كان بيتكلم صحفي تاني في التليفون. يعني خلاص بن رمضان في الطياره بكره الساعه 3، يعني خلاص. انا قلت يا سلام، يعني بكره هلاقي ايه رمضان في الطياره في المطار بقى وبيتصور وكده، ولا الهوا ليه بقى؟ اي هبد بيتقال، هو حرفيا اي هبد عشان بس يكونوا منطقيين. عشان كده ما رضيتش اتكلم واطلع اتكلم الا لما الاهلي يعني رسمي في اي فتره انتقال بقى كده. انا لكم بيقال كذا كذا كذا، او الاهلي بيتفاوض، لان في فرق ما بين تفاوض والصفقه تمت. تفاوض دي يعني ممكن او لا، الصفقه تمت دي خلاص. فلا ده هم كلهم بيقولوا كده، مفيش حتى يعني لفظ اعلام حتى ما يحترموا الاعلام حتى. يعني هو قلت كلمه تفاوض حتى، لا ده خلاص ده جاي في الطياره. فهبلولي. المهم يعني الراجل بعد ما اتضايق بقى ان في هجوم جاي كبير جدا من الفانز عنده على الصفحه، والناس عماله تشتمه وتشتكي منه، وانت كذاب والصفقات فين ومش صفقات فين. قالها لي اعلن رسمي وانا مفيش حاجه. لما يا جماعه هو انا كنت بجيب الخبر من حد غريب؟ الخبر جالي من الاستاذ جمال جبر رئيس المركز الاعلامي للنادي الاهلي. يا نهار ابيض، عارف انت كشاف اللي في الوش ده، يا نهار اسوح ياما. على فكره البوست اتمسح. فانت لما تيجي تشوف خبر زي ده او بوست زي ده، الحيثيات بقى اللي بتحصل بقى ودماغك تلف وتشتغل. يعني ايه بقى؟ يعني رئيس المركز الاعلامي للنادي الاهلي بيطلع الاخبار؟ طب ده مسح البوست، معنى كده لو خد كلمتين ما همش لازمه راح مسح البوست. دماغك بتروح وتيجي وعلامات استفهام بص شغاله. انا حيالله عندي صفحه فيها 70,000 والصفحه الثانيه فيها 150,000، بخاف اطلع اقول خبر عشان احاسب عليه. فتخيل بقى رئيس مركز الاعلامي للنادي الاهلي يروح يقول كده لصحفي ويطلع في الاخر خبر كذب. يبقى دماغك هتفكر في ايه؟ اكيد في نفس الحاجه انا بفكر فيها، اللي هو في تايتلات موجوده في النادي الاهلي او كوادر موجوده في النادي الاهلي مش ماليه المكان اللي هي فيه. السلام عليكم.